إذا تيابك ما عم يزبطوا يمكن ناقصك سندويشة، بس مو السندويشة اللي ببالك، تعال أقلك أي سندويشة من شخص بيشتغل بالفاشن. episode 13 of It's Not You تسلم. طريقة السندويشة هي من أهم وأسهل طرق التنسيق للتياب وممتازة إذا ما كنت تعرف شو بدك تلبس. مثل ما بالسندويشة عنا خبزة حشوة وخبزة وبصير عنا سندويشة متوازنة، التياب كمان نفس الشي. تعال أورجيكي. بهاي الطريقة بنركز على شغلتين وركزوا معي كتير منيح. أول وحدة هي الألوان، يعني اللون اللي بده يكون من فوق بده يناسب اللون اللي تحته، بالنص بده يكون في لون عم يكسره. فمثلا إذا أخذنا غامق بناخد فاتح واللي هو الحشوة ومنسكرها آخر شي بالغامق. الطريقة الثانية هي القماشة أو الخامة، يعني مو بس الألوان فينا نلعب فيها، حتى القمايش كمان. فمثلا إذا أخذنا جاكيت جلد فينا نعمل معه ماتشنج مع الباج ومع الشوز. بهي الطريقة بنخلي اللوك يكون كله متناسق مع بعضه. هلأ بس قيس التياب رح تفهموا قصدي أكتر. أو فينا نعمل فاتح غامق وفاتح. طبعا بهي الحلقة رح ركز لكم كتير على الشوزات والأكسسوارز، فركزوا معي كتير منيح لأنه مهمين. العين البشرية بتحب التكرار والتناظر، فلما بيكون الألوان متكررة بشكل متناسق بتحسوا إنه اللوك كله مع بعضه متماسك وما ضايع. لهذا السبب هي أكتر طريقة آمنة. هي أول أوتفيت. حبيت أول شي بلش معكم بأشياء بيزك شوي. بهيدي الطريقة جربنا غامق فاتح غامق، بنفس الوقت كسرنا بقميص أبيض. بهيدي الطريقة بنخلي اللوك شوي يتحرك، وفينا نعمل اوبشن تاني اللي هو شوز ابيض. بهيدي الطريقه كمان بنربط بين الشوز الابيض والقميص الابيض، وفينا ناخذ معنا باج كمان بيضه. هي اللوك بحسها يعني خارج اكثر شيء الشغل الجامعه، شوي كاجوال وسهل كتير تنسقوها لما تكونوا عارفين شو بدكم تلبسوا. شوفوا هاد واحد من اكثر اللوكات اللي انا بحبهم الصراحه، لانه انا كثير بحب هاي الالوان مع بعض. حبيت ورجيكم انه مو بالضروره كل التوب بتكون نفس لون الشوز، فينا نعمل هيك تاتش صغيره نعملها ماتش مع الشوز ومع الباك بيكون بكفي وزياده. صراحه كثير حلوين وكثير رايقين الالوان. دائما خلوا هاي الالوان براسكم بحال ما كنتوا عارفين شو بدكم تلبسوا. في منكم بتسالوني ليش بنعمل هاي الحركه؟ هاي الحركه مو بس ديزاين او اكسسوارز، هاي الحركه كمان مشان اذا كنتوا بردانين تلبسوها فوق القميص بضل اللوك تبعكم كثير حلو ومتناسق. حتى اذا كنتوا حابين تلبقوا مثلا الترنش كوت فيكم بس تلبقوا لونه مع لون الشوز او الباج وبتكونوا خالصين. هيك بيكون اللوك كله متناسق وكثير حلو مع بعضه. حاولوا تخلوا الالوان كلها تكون نفس الباليت وتكون من روح بعضها. شوفوا فينا كمان نلبسها بهي الطريقة. أنا صراحة كتير بحب هاي القطع، بحس إنه كمان تكون خرج الصبايا المحجبات إذا حابين يلبسوا شيء للدوام للجامعة أو شيء، ممكن نربطها بهي الطريقة أو كمان ممكن نخليها بدون. هاد كمان لوك بحسه مناسب كتير لصبايا المحجبات إذا هيك حابين يلبسوا شيء يومي بس كمان مو عارفين شو بدهم يلبسوا. بهي الطريقة فينا كمان نعمل ماتشنج مع التوب مع الشوز والباك بنفس الوقت، وهيك قميص بيقدر بيحرك شوي بين الألوان. شوفوا لي هاللوك قديشو كول وقديشو حلو. يعني أنا أول ما شفت هذا الجاكيت قلت لهم مستحيل ما نصور عليه. وهي هي الطريقة الثانية اللي كنت عم بحكي لكم عنها، واللي هي إنه نركز على الخامات والقماش. مثلا أخذنا الجاكيت جلد نسقنا معه البوتس جلد، وكمان فينا ناخذ باك جلد، بس أنا الصراحة حسن هيك أحلى، يعني ناعمين أكتر ومتناسقين ومو ناقصن شي. شوفوا هذا الست وصل جديد عند لوكس مارك، وقت لازم ورجيكم اياه لانه فيني ورجيكم الطريقه فيه. مو بالضروره تكون كل القطع الفوقانيه بتناسب الشوز، بتكفي لمسه صغيره. شوفوا كيف عينكم تلقائيا رح بتشوف هدول اللونين مع بعض واللون الست مع بعض. بهي الطريقه بضلوا متناسقين وبضلوا كتير حلوين مع بعض. صراحه حبيت الاوتفيت، حسيتها خرج البر خرج البيكنيك مثلا، وهيك لونها كتير حلو. هذا اللوك كمان خرج الشغل. اخترنا بليزر سودا وعملنا لها ماتشنج مع الشوز الاسود، وكمان رح نحمل شنطة سودا. بهي الطريقة خليناهم كلهم متناسقين مع بعض. كمان فينا نعمل اوبشن تاني واللي هو انه ناخد شوز ابيض مع باك بيضة. بهيدي الطريقة كمان بنكون عملنا ماتشنج وخلينا كل الالوان متناسقة مع بعضها. هذا اللوك كتير سهل تطبقوه لانه ببساطة بس بتطبقوه لون الجاكيت مع لون الشوز ومع لون الباك كمان. هون مثلا اخترنا البيج مع شوز بيج، وفينا نختار هيدي الباج. حتى لو كان في فرق شوي بالدرجات ما بيأثر، المهم يكونوا كلياتهم من روح بعض.
هي كانت طريقة الساندويتش عنا بالفاشن. قولوا لي انتو اي اكتر لوك حبيتوا، سيبي لهذا الفيديو ودائما تذكري انه it's not you, it's them.